لو جيت قلت لك تنزل تشتغل في مكان معين بدون مقابل مادي، اكيد هتقولي لا. طب ليه في ناس بتنزل تتطوع بدون مقابل مادي؟ لان ببساطة التطوع بيفتح لك عالم تاني اول مرة هتكتشفه، ناس مختلفة وثقافات جديدة، بجانب انك بتتأهل لسوق العمل. والاجمل من ده كله بقى انك هتكتشف نفسك وهتعرف مجالات اول مرة تسمع عنها في حياتك. ده غير ان انت هتنمي السوفت سكيلز بتاعتك بطريقه غير مباشره، وكمان هتخرج من الجو الاكاديمي بتاع الجامعه وبتاع المدرسه، وهتشوف عالم تاني. طيب ايه اماكن التطوع؟ اماكن التطوع كتيره جدا، منها الوزارات، ودي من اهم الاماكن ممكن تتطوع فيها، سواء وزاره الشباب والرياضه، وزاره التضامن الاجتماعي بتنزل حاجات كتير، ووزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي YLY وانا متطوع، وحاجات تانية كتير جدا. طيب ايه اماكن تاني؟ عندنا المنظمات الدولية زي IEEE وإيناكتس وآيزك، كل الحاجات دي ضروري انك تتطوع في واحدة منهم. وعندنا كمان الجمعيات الخيرية اكيد زي رسالة والهلال الاحمر، وعندك UN فولنتير من اهم الحاجات اللي لازم تتطوع فيها، بجانب الايفنتس اللي بتتعمل في مصر زي OPM ورايز اب واحكي وشيكان، بتحتاج هي كمان متطوعين. هنستفاد منهم ايه؟ اول واهم حاجه انك هتتعرف على نفسك عن طريق الاسئله اللي هتتسالها في الفورم وفي الانترفيو، اللي هو انت مين وشايف نفسك فين بعد 5 سنين، وايه نقط قوتك ونقط ضعفك. على قد ما تشوف الحاجات دي ان هي كليشيه وتفاهويه، بس بجد لو جيت وقفت عند كل سؤال وسالت نفسك بصدق الاسئله دي، تكتشف انك محتاج كتير قوي علشان تجاوب عليهم. و... وده هيغيرك، ده هيخليك فعلا عايز تجاوب على الأسئلة دي وتعرف انت عايز تعمل ايه بعد 3 سنين، وايه نقط قوتك اللي عايز تدعمها، وايه نقط ضعفك اللي محتاج تطورها. للمنح، لو انت شخص مهتم بالمنح فانت اللي هيميزك عن الباقي، واللي المنح بتدور عليه اصلا ان انت تكون شخص مؤثر في المجتمع بتاعك، وشخص ليك دور في المجتمع، مش بس مجرد بتجيب مجموع وGPA. فده هيأهلك وهيديك فرصة أكبر من أي حد في القبول إن شاء الله. وبس كده، ارمي نفسك في البحر والمية هترفعك.